السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه رأيكم في المنظر اللي قدامكم ده؟ اجمل سمك سنجاري ممكن تعملوه في قلب البيت، ولا نشتريه من بره ولا اي حاجة، وسهل خالص وبسيط. انا عندي كيلو من السمك الماكريل، عبارة عن انه جه قطعتين سمك، بس 2 اهم. انا فتحتهم نضفتهم كويس جدا ونقعتهم طبعا في دقيق وخل وملح. عندي عصر 4 ليمونات، يعني كل سمكية ليمونتين. ببتدي اوزع الليمون كده على السمك عشان يتخلل انسجته كلها ولحمه ويبقى طعمه جميل. هما جم سمكة كبيرة قوي شوية والسمكة التانية اصغر سنة. انا بوزع كده الليمون عشان يخلي ريحة السمك جميلة جدا ويمنع اي زفارة طبعا. ابتدي انقله بليمون، وانا عملت له في قلب الصينيه كده طبقين، كاني انا اللي عملت الطبقين على ايديا، يعني يحموه من انه يتلسع او يمسك في الصينيه او كده، وفي نفس الوقت بيحتفظ بخلطته وحاجته كلها. ده طبعا الخلطه اللي بعملها للسمك العاديه جدا، اللي هي عباره عن انها توم مدقوق ومعاه فلفل حامي وبارد، ومعاه كزبره ناشفه، ومعاه كمون، ومعاه ملح، بس مش اكتر من كده. هبتدي برضو اوزع الخلطة ديت على بتاعت السمك ديت، بحيث ان لحم السمك نفسه يشربها من بره ومن جوه، يعني اوزعها عليه كده من جواه الفتحة اللي قصادي ديت، ومن بره جلده برضو اخليه يشرب التتبيلة ديت. اهو تبص انا بحاول ادخلها في قلب اللحم بتاع السمك ازاي عشان يشرب التتبيلة دي كويس جدا. اهو من اللحم من بره برضو احاول احط عليه الخلطة كده واوزعها. طبعا التتبيله ديت اللي انا عملتها، انا حجزت منها معلقه صغيره على جنب كده عشان هحتاجها في الخلطه بتاعت السمك اللي بتتحط على الوش. بس كده السمكتين بتوعي جاهزين دلوقتي كده. انا هدخلهم الفرن حوالي ربع ساعه وهم كده زي ما هم. اسيب السمكتين دول ربع ساعه بالظبط في الفرن. ابتدي الاقي ريحه الخلطه دي طلعت، التتبيله بتاعت السمك، واحس انه داخل على سوا. بصوا بقى الخلطه بتاعته عباره عن بصل شرايح، كزبره خضراء، جزر، طماطم، لحم اهيت متقطعه مكعبات، وفلفل برضو رومي احمر على اخضر. اجي على النار هنا بتبل الخضار ده كله، بتبله كده تتبيله خفيفه جدا وسريعه، مش بسويه قوي يعني، لا هي تتبيله خفيفه، حتى لون البصل ما يتغيرش، يبقى اللون بتاعه زي ما هو، والقوطة زي ما هي، والجزر برضو، بس بيتشوح كده تشويحة خفيفة كده في معلقة زيت، كله مع بعض. يعني بديله ربع سوا مثلا عشان هو هيكمل في الفرن مع السمك طبعا. حطيت له معلقة بابريكا كمان عشان تدي طعم، وادي معلقة التوم الصغيرة اللي انا كنت حيشاها بحطها على الخضار وهو على النار كده، تطلع ريحته جميلة جدا، يعني الريحة دلوقتي طالعة في منتهى الجمال من معلقة التوم دي، نفس خلطة السمك اللي انا عاملاها كده. انا كنت طلعت طبعا السمكتين بتوعي من الفرن اهو، بصوا يا دوب بيبداوا يغيروا لونهم حاجة بسيطة، مش استووا لا لسه. ابتدي اوزع الخلطة اللي انا عملتها ديت اللي هي خدت ربع سوا كده على السمك من بره. دي هتطري لي بقى السمك، وفي نفس الوقت يكمل شويه وسويه في قلب الفرن، والخضار برضو يستوي. طبعا الريحة مش قادرة اقول لكم، انا اللي شماها دلوقتي والله، ريحة الخضرة يعني كلها على بعضها كده، الخلطة كلها جميلة بصراحة.
هي بوزع كل الخلطة على السمكتين الاتنين اللي قدامي دول. بحيث ان ابقى مغطية السمكة كلها من كل ناحية ومن كل جوانبها. هي اختفت خلاص بالخلطة بتاعتها عشان تسويها لي وتشرب من الخلطة الجميلة دي. بعد كده بيبقى انا عندي شرايح ليمون بقطعها كده شرايح رفيعة وبوزعها على السمك من بره. عندي بقى الكزبرة الخضراء انا ما حطيتهاش مع الخلطة، انا بحطها في الاخر كده عشان تفضل ريحتها زي ما هي وهي في الفرن، ولما تقابلك وانتي بتاكليها تفضل ريحتها في بق الواحد جميلة زي ما هي، كأنها خضرة زي ما هي، بس هي طبعا هيتغير شكلها في الفرن. انا ما حطيتهاش مع الخلطة عشان ما تروحش ريحتها منها. هي كزبرة بس من غير اي حاجة تانية. ادي شرايح الليمون بوزعها كده على السمك، بتدي ريحة حلو، وبيستوي الليمون دوت برضو مع الخلطة وبيطرى، بيبقى جميل جدا لما يقابلك مع الخلطة، بيتاكل مش بيترمى، لا بالعكس بيبقى جميل جدا. شوفوا منظرها جميل ازاي السمكية، والله تفتح النفس وهي لسه ما دخلتش الفرن اصلا غير ربع ساعة بس. المنظر شاهي بصراحة يعني. بس كده هي دخلت الفرن، قعدت حوالي ساعة الا ربع بالظبط في الفرن، طلعت بالمنظر دوت. كل سمكية لوحدها بطبقها اللي انا عاملاه لها من الفويل كده، شلتها بيه حطيتها في الطبق، ولا يعني كلفتني اي شيء زيادة غير العمل اللي انا عملتها ديت، بسيطة وسهلة. ويا رب تكون عجبكم الماكريل السنجاري دوت على طريقتي.